لو شفت ده وشفت ده هتفتكر ان الاتنين انوبيس، والاتنين مش انوبيس خالص. واحد انبو، وده عرفناه ازاي؟ من خلال اسمه المكتوب قصاده انبو. والتاني وب وواط، فاتح الطريق، عرفناه ازاي؟ من خلال اسمه اللي مكتوب قصاده. فبالتالي يا جماعة الترجمة مهمة، ومش لازم تعرف كله، بس انت تعرف بس ايه رمزين من الاتنين. لو لقيت القرنين دول فده وب وواط، لو لقيت الكتكوت السمان ده يبقى ده امبو، من غير اي حاجة. مش لازم تكون عارف اللغة المصرية القديمة. نيرفانا ما تعلمينا هيروغليفي من عينيا يا حبايبي، نفسي اعلمكم، بس الموضوع صعب لان الترجمه دي ليها متخصصينها. انت مش مجبر تعرف ان انت تقرا الحضاره المصريه القديمه غير لو انت هتشتغل بيها او هتدرسها، لكن مجرد انك هاوي في حاجات ممكن تتعلمها تعرفها، لكن مش كل حاجه هتعرفها. بس انا بحاول دايما اعرف الناس ايه القواعد الاساسيه للترجمه. ان انت تترجم دي حاجه محتاجه وقت كتير، بس اهم قاعدة علشان تعرفها ان انت لازم تفصل جذع الكلمة عن مخصص، لان جذع الكلمة اكتر من كلمة ليها اكتر من معنى، بس بتتكتب بنفس الحروف. بتختلف في المخصص وبقية الكلمة وسياق الجملة. كلمة واحدة بس مشتركة الجذع، يعني جذع الكلمة، لكن لما تيجي تبص على المخصص مختلف، لما تيجي تشوف على بقية الكلمة مختلف وليها اكتر من معنى. فدي حاجة بسيطة أنا حبيت إن أنا أوضحها لكم عشان تبقوا عارفين مبادئ الترجمة في اللغة المصرية القديمة. لو عايز تكتب اسمك بالهيروغليفي سواء كان بالمصري أو بالإنجليزي، ففي برنامج مهم جدا أنت لازم تنزله عشان تكتب بيه اسمك واسم حبايبك بالمصري القديم. هو إيه بقى البرنامج ده؟ برنامج على بلاي ستور اسمه هيروغليفي رايتر، او الكاتب الهيروغليفي، سواء بالعربي او بالانجليزي هيظهروا لك، وانا هكتبهم لك علشان تبقى عارف تكتبهم ازاي وتبحث عنه. ونزله واكتب كل اللي انت بتحبه بالاسامي بالطريقة المصرية القديمة. جمال الحضارة المصرية القديمة في انها كانت حضارة بالالوان. يعني ايه بالالوان؟ يعني كنت بتلاقي الاثار فيها ملونة، يعني المصريين ما كانوش بيتلصقوا، مش اي حفر وخلاص، لا ده كانوا بيلونوا. وعشان يلونوا كان لازم يخترعوا ايه بقى يا نيرفانا؟ يخترعوا فرشة التلوين اللي العالم كله دلوقتي بيستخدمها. وهي قدامكم فرشة التلوين بتاعت المصريين القدماء، كانوا بيستخدموها لعملية التلوين. فلما يجي حد يقول لك مين أول ما نخترع فرشة الألوان، قول لهم المصريين القدماء. في مقبرة رخمرة في منظر في بعض الناس الجهلة بيتخذوه كإثبات أو دليل إن المصريين القدماء كانوا عمالقة وكانوا بطول الزرافة. والمنظر ده بصراحة يدل على جهل هؤلاء الأشخاص. ليه؟ لأن المصري القديم كان عارف برضك إن في شوية جهل هيتكلموا بالطريقة دي، فعملوا حركة تركاية خبيثة كده عشان يعرفوا الناس إن يا جماعة إن الناس دول مش عمالقة ولا حاجة. والدليل على ذلك إيه؟ إن إحنا هنلاقي الشخصين دول جايبين زرافة، والزرافة دي على رقبتها ماسك قرد. طيب لو الزرافة حجمها الطبيعي والاشخاص دول بحجم الزرافه، اذا هذا القرد عملاق هو كمان، فهي نسبه وتناسب. طب هي ليه مرسومه بالحجم ده؟ في تساوي ما بينها وما بين الاشخاص، لان دي بيبي زرافه مش زرافه كبيره. ليه بقى؟ لان دي كانت جايه جزيه من قبائل افريقيه لمصر في الوقت ده، في عصر الملك تحتمس الثالث. فطبعا يبقى حد بيهادي حد مش هيهاديه بحيوان عملاق او مش هيهاديه بحيوان كبير، هيهاديه بحيوان صغير، علشان الصغير ده هيروح المكان الجديد هيتاقلم فيه بسرعه وهيقدر يستوطن فيه. لكن انا اروح اهادي ناس مثلا بكلب عجوز، اروح اهادي ناس بقطه عجوزه، ما ينفعش، لازم اهاديهم بالولده. وكذلك كان ايام المصريين القدماء كانوا بيهادوا الحضاره المصريه، كانوا بيهادوا الامبراطوريه المصريه في الوقت ده بالحيوانات الصغيره والولده بتاعتها علشان تكبر وتترعرع في مصر، ما يبقاش في نوع من انواع ان هي مش واخده على المكان الجديد بتاعها. اوعى تفتكر ان كفاح المصريين في طرد الهكسوس بدأ مع الملك السكننرع الثاني.
الموضوع كان اقدم من كده. المصريين القدماء ما سكتوش لحظة على ظلم الهكسوس، وكانوا عايزين يطهروا ارضهم منهم تماما. وكان الموضوع بالنسبة لهم صدمة، لأن دي كانت أول مرة يتم احتلال أرض مصر المقدسة من قبل أعداء أقل منهم من الناحية الحضارية. قبل الملك سكن رعتع الثاني مؤسس الأسرة ال17، أحد ملوك الأسرة 17، كان في الأسرة ال16 الملك سنب كاي. الملك ده معزته في قلبي كبيرة قوي، معرفش ايه السبب. هل نتيجة للتعذيب اللي اتعرض ليه قبل ما يموت، وده شفناه على بقايا الهيكل العظمي بتاعه اللي لقيناه في مقبرته في سنة 2014 في جنوب أبيدوس، من خلال الآثار اللي محفورة على عظمه، مش على جلده ولا لحمه، على عظمه، وصلت للعظم، عرفنا ان هو مات اثناء معركة عظيمة كانت بينه وبين الهكسوس اللي كانوا يتميزون الغائية والهمجية. الملك ده لما جم عملوا له تحليل DNA، ولما جم عملوا له رسم، طلع لينا شكله بالمنظر ده. وكمان كان طويل، كان طوله 187 سنتي. كنت اتكلمت عنه حلقة كاملة، يا ريت كلكم تعرفوه، لان الملك ده الجندي المجهول في الحضارة المصرية القديمة. قبل كده كلمتكم عن الحلقان، كل مرة هفضل اعيد وازيد في نفس الموضوع، لازم اجيب الجديد. النوع اللي قدامكم ده نوع من الحلقان، اللي هو كان بقى بيتحط هنا اهو، وكان بيبقى فيه كلبسه كده من ورا، يعني زي الحلقان الموجوده عندنا على شكل ورده. طيب الحلقان دي كانت بتصنع ازاي؟ ما هي دي المعلومه الجديده. المصريين القدماء كانوا بيصنعوها في قوالب. كانوا بيعملوا قوالب من الفخار. الان دي بتبقى مصنوعه من الفيونس، والفيونس بتبقى ماده زي السيراميك كده. حاليا في ماده كده بيعملوا اليومين دول، بيعملوا منها اشكال. نفس الحكايه. المصريين القدماء بيجيبوا القوالب دي ويجيبوا ماده الفيونس ويشكلوا الاشكال دي جوه هذه القوالب الفخاريه. لقيناها فين؟ لقيناها في تل العمارنه في عصر اخناتون. راحت فين؟ موجوده في جميع متاحف العالم، من ضمنها متحف متروبوليتان، مترميه هناك كتير. الناس دي خدت شويه حاجات من عندنا، والله العظيم لحم كتافهم من خيرنا. فين الجن بقى؟ فين الفضائيين؟ فين المصريين القدماء سرقوا حضارة غيرهم؟ طيب هاتولي بقى حاجة بقى في نفس العصر ده من حضارات تانية نفس الشكل ونفس الستايل. مفيش. بالنسبة للخواتم اللي هو كان المصريين القدماء بيكتبوا اساميهم عليها، خواتم كانت بتتعمل ازاي؟ نفس الفكرة، بيعملوا الخاتم ويعملوا القالب بقى بتاع الاسم جوه فخار برضك، ويحطوا البتاع ده ياخد نفس شكل الاسم، فيبقى عندنا الاسم ومعاه الخاتم ومعاه اسم صاحب هذا الختم. نفس القوالب دي برضك لقيناها، حاجات فوق الوصف. طيب ايه كمان كان بيتم صناعته من هذه القوالب؟ التطعيمات اللي كانت بتحصل في الرسومات. يعني مثلا اللوحه اللي انتوا شايفينها دي، الورود اللي فيها كانت معموله في القوالب دي قبل ما تتحط. العقد اللي انتوا شايفينه بتاع تل العمارنه برضو اللي اتفكك، مع الاسف الخيط اتقطع، لكن اللعب الصغننه لسه موجوده. شايفين شكلها عامل ازاي والوانها فظيعه فظيعه. حتى اليومين دول طالعه برضو الاجانب بيعملوها، اللي هي المصغرات، اختراع مصري قديم. اللغه المصريه القديمه، المصري القديم استخدم بعض حروفه من الطبيعه ومن حيوانات ونباتات وأكل، ومن هو نفسه من جسده. استخدم بعض أعضائه وبعض حركاته علشان يوضح لنا كلمات هو كان بيقولها وكان بيكتبها على جدران بنفس الحاجة. الموضوع ده كان موجود واستمر لغاية وقتنا هذا. وهقول لكم على نموذج. لما تيجي تسأل مصري انت معاك حاجة، هيقولك معيش، ويعمل لك الحركة دي. نفس التمثال ده اللي هو عامل كده، نفس الحرف ده اللي هو عامل كده. طب ده معناه ايه؟ معناه ان هو معهوش، ان هو بينفي الفعل ده او بينفي الحاجة دي. لما نيجي نشوف بقى العلامة دي في القاموس، هنلاقي انها بتيجي بمعنى no or not، وده نفي للفعل. فلما يجي المصري يقولك اعملها كده،
اعرف ان هو بيتكلم بلغه اجداده. وده السبب ان احنا بنلاقي بعض الكلبوبات اللي لما تيجي مثلا تقول لها مثلا حاجه تقول لك نقه، ما تقولكش لا، تقول لك نقه. ليه؟ لان حرف النون ده هو ده كانت اداه النفي عند المصريين القدماء، نان نان، زي ما انا موضحه لكم كده. فهي مش كلبوبه، دي مصريه قديمه. من فضل ربنا علينا ان مقبره الملك توت عنخ امون وصلت لينا كامله، لان كل قطعه منها فن وابداع. كارتر كان هيموت وياخد نصها، ان هو يدعي ان هي كانت مسروقه من قبل كده، وعمل حركات مش لطيفه بحكي لكم عنها. سبحان الله، لانها كامله، وبما انها كامله فهي ملك لبلدها، ما ينفعش تطلع. من ضمن المقتنيات اللي انا بحبها قوي للملك توت عنخ امون المصباح ده. المصباح ده يا جماعه بجانب ان هو فواحه ومصباح في نفس الوقت، في حاجة تالتة حلوة قوي هتعرفوها لما نعمل ليها إنارة. يظهر لنا الشكل ده للملك توت عنخ آمون ومراته محفور جوه المرمر. يعني المصباح ده من الألاباستر محفوظ، هما من جواه حاطين رسمة للملك توت عنخ آمون ومراته عنخ سين آمون، بحيث انت لما تيجي تنور تديك المنظر الجميل الخلاب الرومانسي ده. يعني مش عارفه اقول ايه الجمال والروقان ده. ايه ده كمان عايش 19 سنه بس يعني. طب يا ترى تحتمس التالت اللي قعد 80 سنه حاجته كانت عامله ازاي؟